ما انت خلي بالك، عايز اقول لك على حاجه. انت الفريلانس ما ينفعش لكل الناس، لان انت يعني ناس تقول لك انت مش عارف في الشهر معاك كام عميل وكده. انت الفريلانس مش شغال على طول، انت هيجي عليك شهور، وانت جات عليك وانا جات عليا شهور مفيش كلاينتس. طبعا. يعني ولازم اي فلوس تجي لك، انا بعملها وبنصح اي حد بيها. اي فلوس تجي لك 20% او 15% على قد ما تقدر، ولو عايز مش اكتر سهله، مش سهله، حوشها مش للطوارئ. سهله. بس هي الفكره مع المصاريف بتبقى انا صعبه. اي فلوس بتجيلي اجيب بيها مايك، اجيب بيها اجيب بيها بتاع. كاميرا اي. بتاع، ايوه. بس هي الفكره برضو ان انت لازم تعمل حسابك ان انت في شهر او شهرين مش هيخش لك كلاينتس خالص مهما كنت شاطر. صح، هتريح صح. ليه يا عم؟ لا قدر الله بعد الشر السوق نايم، تعبت. السوق نايم السوق طبعا. بس دلوقتي لا، السوق مش نايم. حاليا. السوق حاليا مش نايم خالص، وفي منافسه شرسه يعني. مم. منافسة من العملاء ولا ما بين الفيديو اديتورز وبعض؟ الاثنين. الاثنين بيتنافسوا يعني، هنا في منافسه وهنا في كلمني اكتر عن منافسه الموضوع ده. بص هقول لك على حاجه. في مشكله جامده. آه ودي المشكله دي بتقابل اي مونتير. ان انت مثلا انت دلوقتي شغال مع عميل بشكل مستمر. العميل ده هتيجي امتى وتغلي عليه؟ لو بقاله معاك سنتين هتغلي عليه امتى؟ هل السعر ان انت من سنتين كنت شغال بيه تشتغل بيه لا طبعا، دلوقتي؟ لا طبعا. لما تيجي تكلمه يقول لك لا، انا عندي فلان التاني بيشتغل بنفس السعر. فانت هنا ما بين نار، ان انت يا اما تكمل بنفس سعرك، او ان انت تعلي وممكن تخسر الكلاينت ده. انا بشوف في الحاجات دي ان انت توصل لحل وسط. لازم، مم. بالذات لو عميل مستمر معاك. يعني اقول لك على حاجه. عميل اللي هو بنسميه عميل الطياري كده، اللي هو بيجي فيديو وبيطير. مم. العميل ده احسن ولا عميل يعني مثلا دلوقتي العميل الطياري ده مثلا بيدفع لك في الفيديو مثلا 1000 جنيه. التجاري العميل التاني اللي هو مستمر معاك بيدفع لك 500 جنيه في الفيديو. انهي فيهم احسن؟ اللي هو مستمر معاك مم. ولا اللي هو مره واحده؟ المستمر. فانت امسك على طول في المستمر، وحاول تشتغل تجاري. يعني التجاري ده اللي هو انت تعمل باكجات، تعمل حاجه. حسيت بضغط، حسيت ان هو مش مقدر شغلك، سيبه حتى لو هتخسر. ده رايي، لان هو بياخد من وقتك ومجهودك. وشغلانتنا دي بالذات يا خالد محتاجه دماغ. دماغك راحت الشغلانه دي باظت. او انت مش هتعرف تطلع شغل، او لو انت مضغوط. كلنا بنتضغط وبتعرف تطلع شغل كويس. بس لو العميل نفسه متعب، او مفيش حاجه بتعجبه، ده صعب قوي ان انت تكمل معاه.